لك يا رب. عودة محمد الشناوي إلى حراسة مرمى النادي الأهلي بعد تعافيه من الإصابة. وخاض النادي الأهلي أول تمرين له أمس على استاد العرب الزولي، وكان هناك حضور جماهيري للنادي الأهلي خلال المران بما يقارب 500 فرد. وطلب مستر كولر خروج جميع الجماهير لبدء المران بعد حضورهم لأكثر من ساعة. وشهد مران الأهلي زيارة اللاعب المغربي بدر بنون لاعب الأهلي السابق لمساندة الفريق ودعم لاعبي النادي الأهلي قبل المباراة النهائية. وأعلن مدرب الوداد رسميا غياب اللاعب عبد الله الحيمود بالإضافة إلى ظهور المترجي بسبب الإصابة. وأعلنت قنوات بين سبورت بتعيين رؤوف خليفة معلقا على مباراة الإياب بعد الهجوم الواضح من جماهير النادي الأهلي ضد المعلق عصام الشوالي، الذي تسبب في حالة غضب لجماهير النادي الأهلي على تحيزه الواضح للوداد في مباراة الذهاب. ومن هنا قاموا بحملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعيين رؤوف خليفة معلقا على المباراة النهائية التي سيتواجد بها الأهلي بالزي الأحمر الكامل بينما الوداد المغربي بالزي الأبيض الكامل. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.